إن لله وإن إليه راجعون. وفاة الفنان سليمان عيد في ظروف صادمة. صحينا النهاردة على خبر وجع قلوب كل المصريين. الفنان الكوميديان المحبوب سليمان عيد في ذمة الله، عن عمر يناهز 64 سنة. سبب الوفاة صادم جدا، وابنه هو اللي أعلن الخبر بنفسه على كلمات توجع القلب، وذكر كمان سبب الوفاة، خصوصا إنه رحل فجأة وبدون مقدمات. الخبر نزل زي الصعقة على قلوب جمهوره وكل محبيه وزمايله في الوسط الفني، خاصة إن سليمان عيد كان لسه من أيام بيشارك في أكتر من لقاء وبيضحك وبيهزر كعادته، ومفيش أي مؤشرات قالت إن هو تعبان أو حتى في حاجة. وتحولت منصات التواصل الاجتماعي لسرداب عزاء كبير. تفاصيل الوفاة مؤلمة جدا. سليمان عيد اتعرض لهبوط حاد في الدورة الدموية، وبعدها القلب وقف بشكل مفاجئ واتنقل للمستشفى بسيارة الإسعاف، لكن للأسف كل المحاولات لإنقاذه فشلت وفارق الحياة قبل حتى ما يوصل لأوضة العناية. اللي أعلن الخبر هو ابنه، وكتب على حسابه الشخصي: أبويا في ذمة الله. كلمة صغيرة بس وجعت وكسرت قلوب الملايين. سليمان عيد مش بس فنان، ده كان حالة فنية خاصة. الكوميديا بالنسبة له كانت رسالة، والأغرب في الموضوع هو وفاته فجأة. أما عن موعد الجنازة والعزاء، ابنه لما نشر خبر الوفاة ما ذكرش ولا قال أي إعلان رسمي عن ميعاد أو مكان الجنازة والعزاء، لكن مؤكد إن وداعه هيكون مؤثر وهيشهد حضور كبير من نجوم الفن وأهله ومحبيه. وداعا سليمان عيد، يا ريت كلنا ندعيله بالرحمة والمغفرة.